النجم كريستيانو رونالدو يقود فريق النصر السعودي للتتويج ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بعد الفوز بنتيجة 2-1 على نادي الهلال السعودي. فنادي النصر السعودي كان متأخرا بهدف مقابل لا شيء من النادي الهلال السعودي، لكن نجم كريستيانو رونالدو استطاع بعمل ريمونتادا فردية، سجل هدفين على نادي الهلال وقاد النصر للتتويج في هذه البطولة. ويذكر أنه نادي النصر منذ الدقيقة 70 تقريبا حتى الدقيقة 124 تقريبا كان يلعب ب8 لاعبين وحارس أي ناقص لاعبين بعد أن تم طردهم. ويذكر أن هذه البطولة هي أولى بطولات النجم كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، حيث خرج في الموسم الماضي بموسم صفري مع نادي النصر السعودي. وخرج الأسطورة كريستيانو رونالدو مصابا في هذه المباراة في الدقيقة 113 دقيقة تماما. والنجم الخيالي كريستيانو رونالدو ساهم في آخر 5 مباريات مع نادي النصر السعودي بتسجيل 6 أهداف في هذه البطولة، وجميعها تقريبا كانت حاسمة. فساهم في تسجيل الهدف